عالسلامة ومرحبا بكم. شنو هو زعما الإطار القانوني اللي ينظم الانتخابات؟ مناش متكون؟ هل مهم نكونوا نعرفوه؟ شنو هو مهم نعرفوه؟ تي غادي وين تلقاو الحقوق متاعكم. في تونس مختلف أنواع الانتخابات والاستفتاءات خاضعة بكلها المنظومة قانونية أو إطار قانوني هام ومتعدد المصادر. القواعد الأساسية اللي تعترف بحقوق الانتخاب والترشح والاقتراع وتوجه شروط الانتخابات وطريقتها ومبادئها وأهم الاختيارات الكبرى المتعلقة بها نلقاوها في فصول الدستور. والدستور هو بيدو ما ينجمش ينظم كل شيء ويحيل بيدو للقوانين، وأهمها هو القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 اللي مؤرخ في 26 مايو 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تعديله برشا مرات. والقانون متاع الانتخابات عكس الدستور، يدخل في التفاصيل ويتعرض للشقيقة والرقيقة، وأغلب النقاط المتعلقة بالانتخابات تحديد شروط الناخب، تنظيم عملية التسجيل والإجراءات متاعه وأجاله والتصويت والحملة والنتائج والنزاعات والعقوبات على الجرائم الانتخابية وغيرها من المسائل الأخرى الهامة كما طريقة الاقتراع واحتساب الأصوات. مع القانون الانتخابي نلقاو قوانين أخرى كما القانون اللي ينظم هيئة الانتخابات ليزي، وقانون هيئة الاتصال السمعي البصري الهيكا، ونصوص أخرى متفرقة متعلقة ببقية المتدخلين. فما زاد مع القوانين الأوامر الترتيبية الصادرة على رئيس الجمهورية اللي تستدعي الناخبين للاقتراع، تحدد الدوائر الانتخابية وتوزيعها، تعطي عدد المقاعد فيها، وأوامر أخرى تحكي على طرق التمويل والسقف متاع التمويل اللي ما يمكنش نفوتوه في الحملات الانتخابية، ما كانش يولي جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون. مع هذا الكل ما يلزمناش ننساو قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسؤولة على تنظيم العملية الانتخابية بتفاصيل أخرى دقيقة تنظم سير الانتخابات من اللي تبدأ للي توفى وتحدد فيها المسار الانتخابي. وفما زادة قرارات مشتركة بين الهيئة متاع الانتخابات والهيكا باش تنظم إجراءات الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام. وليزي زادت تصدر أدلة خاصة بالمترشحين وأعضاء مراكز الاقتراع والملاحظين والمراقبين وغيرها. كل هالنصوص يلزمها تحترم المبادئ العامة اللي كرسها خاصة الدستور. مهم نعرفوا شنو ما المبادئ هذه اللي توجه الانتخابات، وهذا موضوع إن شاء الله الفيديو الجاي.